المبكبكة اوعى وشك، ريحتها وطعمها تجنن. ولو انت ما عملتهاش بعد الفيديو ده هتقومي تعمليها لأولادك فورا. سهلة وبسيطة والمكونات سهلة ومش معقدة، وكل ده في حلة واحدة. اول حاجة هنسمي بسم الله، وانا عندي هنا فلفل رومي وهقطعه بالشكل ده. في الخطوة دي هتحطي عدد اتنين فلفل كوبي او 3 او 4، بس ده انا يعني حاطة 6 لان هما صغيرين جدا. وعندي قرنين فلفل حامي للي حببها سبايسي، واللي مش بيحب الحراق عشان الاولاد ممكن يستغنى عن الخطوة دي، بس هي اصول المبكبكة ان هي بتبقى حراقة، واللي حابب يزود كل واحد وراحته يعني. انا هنا عندي 4 عدد طماطم قطعتهم بالشكل ده. وبعد كده هنزل في حلة على النار وانزل بالزيت، وبشرت بصلاية بشر متوسط زي ما انتوا شايفين كده، وهقلب. وعندي نص كيلو من الصدوق وهقطعه على 3 زي ما انتوا شايفين. وهجيب طاسة على النار من غير ما احط اي مادة دهنية، وهنزل بالصدوق اديله صدمة عشان اقفل المسام، واقلبه لحد ما يتحمر على الوشين. يا دوبك 3 4 دقايق، هم ما بياخدش وقت. بعد كده هرجع للبصلة تاني وافضل اقلب فيها بالشكل ده. وعندي معلقة توم، دي التركية الجامدة جدا اللي هتودي المبكبكة في حتة تانية خالص. وافضل اقلب، ومش عايزة لون البصل يتغير او يغمق، انا عايزاه يكون متكرمل. وبعد كده انا نزلت بالفلفل الكوبي والفلفل السبايسي، وهقلب بالشكل ده. بس يا ريت ما تزوديش عن قرنين فلفل حامي لانها هتطلع حراقه جدا. وبعد كده نزلت بالطماطم بعد ما قطعتها، وهقلب كويس. وهنزل بالملح ومعلقتين كبار من صلصه الطماطم وفلفل اسود ونص هريسه شطه، نص معلقه، وجوز الطيب، دي التركية المهمة في الموضوع. وهقلب كل المكونات دي في بعضها. ونزلت بنص معلقة صغيرة من السكر علشان تعادل نسبة الحموضة في الأكل. ونزلت بلتر مية مغلية، وهسيبها تتسبك شوية. وهغطي عليها